عزيز الرعاشة وروحية ما عدمكش. انا مش عارف ليه لما بشوفك يا كابتن ميزو او يا كابتن معتز بفتكر دايما الشخصيتين دول، او لما بشوفهم في الفيلم بفتكرك انت. الحقيقة كابتن معتز من نوع الزملكاوية الهبيدة، النوع اللي هو ايه، المثقف. لان طبعا زي ما احنا عارفين في نوع اللي هو بتاع صبحي عبد السلام وهزاز الرؤوس وكابتن خالد غندور والناس الجميلة دي، وفي النوع اللي هو الاحمد عفيفي او معتز الشامي. الحقيقة كابتن معتز راجل برغم الثقافة بتاعته إلا إنه بيحاول دايما ينزل لمستوى الثقة والعوام اللي هم إحنا اللي هم الأهلاوية. فالراجل الحقيقة يعني حابب في بداية الفيديو اللي عمله امبارح إن هو يدينا معلومة ثقافية كده، هي لسه جاية قدامه بالصدفة على حد تعبيره هو يعني. قال لك أنا في معلومة لقيتها قدامي بالصدفة كده. إيه يا عم المعلومة اللي لقيتها قدامك؟ قال لك جوزيف جوبلز. حلو، جوزيف جوبلز. قال لك جوزيف جوبلز ده اللي هو كان وزير الاعلام ايام هتلر، وهو اللي كان بيعمل بروباجندا وبيقلب الحق باطل وكده علشان خاطر يخلي هتلر فوق الجميع. ده يعني ايه تلقيحا منه على ان يعني ايه عدل القيع بيخلي الآلي فوق الجميع، يعني فبيشابه ده وكده. طيب هو سؤال بس صغير معلش، يعني هو انت حضرتك كراجل مثقف وكده، هو انت ازاي لسه عارف المعلومه دي النهارده؟ انت راجل دلوقتي معدي ال 30 ولا ال 40 وكده، فانت ازاي عديت الفتره دي كلها وما تعرفش جوزيف جوبلز؟ يعني اعتقد ان دي معلومه ثقافيه، اي حد في ثالثه ابتدائي ثقافه اكيد عارفها يعني. ما علينا من النقطه دي، مفيش مشكله. الا ان ميزو راح ضرب واحده كده لعادل القوي، قال له ايه؟ مهندس الصرف الصحي. فانا ما فهمتش يعني هل انت بتقصد بده طريقه او بشتيمه؟ انا عن نفسي مش شايفها كده، لان انت كراجل كراجل زملكاوي جميل ولذيذ وكده ومثقف طبعا. انت هتبقى محتاج ايه يعني؟ مهندس ديكور مثلا؟ ما انت اكيد محتاج مهندس صرف صحي. فالراجل طيب كويس كويس ان انت شايف الراجل ان هو يعني يقدر يقوم لك بالمهمه دي، ان هو يسلك ال- الخراره اللي عندكم، يعني على حد تعبير رئيس نادي الزمالك السابق اللي انت كنت بتأيده قبل ما تطبل دلوقتي لحسين لبيب. ما علينا. طب مزعلك ليه يا كابتن ميزو باشمهندس الصرف الصحي عادل القيعي؟ قال لك السيد عادل القيعي والسيد ابراهيم المنيسي. فشويه وهيبقى جعفر العمده، يعني اللي هو السيد عادل القيعي. طب السيد عادل القيعي مزعلك ليه يا سيد معتز؟ قال لك السيد عادل القيعي طالع دلوقتي بعد ما كان بيشتم في امام عاشور بقى وعايز يبطله كوره، دلوقتي طالع يقول لك احنا مسامحينه عشان هو كان في بيئه بتشجع على كده. وعايز بقى يتهم في الراجل، يقول له انت بتشتم جمهور الزمالك، انت بتحرض على الفتنه والفسق والفجور والمعاصي والمش عارف ايه. فين لجنه حقوق الانسان وحقوق لجنه الاعلام ومش عارف. خلاص بقى هتفتح منه وهيزيد. طب انت مزعلك ليه البيئه؟ معادل القيعي كمل كلامه وقال لك يا عم، وكمان بيقول ان شيكابالا رفع الجزمه في وش جمهور الزمالك وشيكابالا ما عملش كده. شيكابالا رفع الجزمه في وش جمهور الاهلي. يا راجل انت بتتكلم جد؟ يعني رفع الجزمه في وش جمهور الاهلي عادي؟ قال لك اه عادي، لان جمهور الاهلي كان بيفضل يشتم في شيكابالا، فالراجل بيرد على جمهور الاهلي عادي يعني. يا راجل يعني لما جمهور الزمالك كان بيشتم في عماد متعب وبيخوض في عرضه وبيشتم مراته وكده، وعماد متعب ما ردش بكلمه في مره، ده بالنسبه لكم مش شايفينه. طب لما ابو تريكه في مره راح بس شاور لجمهور الزمالك كده عشان كان بيشتمه، قلبتوا الدنيا وابو تريكه القديس ومش القديس وبتاع، انما شيكابالا يرد عادي ويعمل حركات في السوبر وكلام زي كده، الجمهور الاهلي ده عادي بالنسبه لكم له مبرره. طب بلاش. طب جمهور شيكابالا ده لما كان بيشتم جمهور الزمالك كان ايه المبرر بتاعه؟ هو انت مش جمهور الزمالك؟ يعني انت مش من جمهور الزمالك؟ لما شيكابالا كان بيشتمكم وكان بيتف عليكم وقلع عليكم التيشيرت ورماه في الارض، لما قال لكم ما عدتش لاعب هنا، كنتوا فين انتوا؟ او كان ايه المبرر بتاعه؟ شايفين انه له مبرر يعني وده عادي وطبيعي؟ طب ما الراجل بيقول لك كده، يعني هو الراجل بيقول لك ان دي البيئه بتاعتكم، طالع من كل لعيب بالمستوى ده بالشكل ده، فده الطبيعي عندكم. ايه اللي مزعلك في كده؟ البيئه بتاعتكم ان كان في عندكم رئيس المنظومه او رئيس النادي هو راجل اصلا محبوس في سب وقصف ولسه عليه قواضي سب وقصف. يعني فالراجل بيقول على النادي بتاعكم خراره وبيشتم فيكم وبيرفع لكم الجزمه، فهي دي البيئه يعني. هو الراجل بيوصف حاله، هو ما شتمش، هو بيقول لك ده الحاله عندكم كده، الشكل عندكم كده. ايه اللي يزعل في ده؟ يعني الراجل غلط في ايه يعني؟ يقول لك اصل بيقول كلام بين السطور، كلام بين السطور ده انت اللي بتقوله، انت اللي بتعمله يعني فكان قاعد لقاء عامل فيكم كده ويعني حقك علينا يا عم، احنا اسفين والله. بس هو الراجل طب انت عايز ايه؟ طيب يقول لك انتوا حاطيننا في دماغكم ليه يا عم؟ احنا نادي صغير يا عم، احنا نادي مش عارف ايه، انتوا وراح عاتي ايه حته صعبانيات كده يعني. طب انتوا بتتكلمونا اللي انتوا مش معاكم كل البطولات؟ حاطيننا في دماغكم يا عم؟ مش حاطيننا في دماغكم، احنا مش حاطينكم في دماغنا. انتوا اللي بتتكلموا على امام عاشور وانتوا اللي مستنيين يفشل وانتوا، فطبيعي ان احنا نرد. يعني هنسيب اللاعب بتاعنا يعني يتهزق منكم، من ناس زيكم مثلا يعني؟
فطبيعي يعني، بغض النظر عن اي حاجه، يا كابتن ميزو والله وكلمه من القلب، ولو جاز لي ان انا اوجه لك رساله او اوجه لك كلمه يعني، يا كابتن ميزو في الفتره الاخيره قناه الزمالك خلاص مشت، الناس هزاز الرؤوس ومع الناس دي ما عادش موجوده، استاذ صبحي والكابتن خالد والكابتن محمد رجب والناس الجميله دي والكابتن فوله اتقسمت نصين ده والحاجات الحلوه دي خلاص ما عادش موجوده. فارجوك الناس الجميله اللي زيك بقت قليله في الزمان ده وبقى على الاقل دلوقتي، فارجوك بلاش تطول مده اللي بين الفيديوهات اللي بتنزلها، يعني خلاص اديك شايف الضحك قل، ما عادش في ضحك زي زمان، فيعني ما تغيبش علينا.